السلام عليكم ورحمة الله خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو الزلابيه اللي هاد الطلبيات كثيره، محبه عند الكبار والصغير. وكتشوفوا معايا من الداخل كتخرج رطبه وزيونه ومعلكه، وعلى برا كتخرج مقروشه، كتبقى مقروشه. وحتى اللي كيقولوا لي خواتاتي راه كتخرج كتحل لينا في المقله، راه ما كترتق ما والو، كتبقى داك. انا نعطيكم السر ديالها علاش ما كتحلش في المقله. انا غادي نقول لكم ما هي اللي اسهل ما هي اللي صعيبه اللي كيدير الكوموند اللي راه تتفقوا معايا. بسم الله على بركه الله. عندي كيلو تاع الدقيق الابيض، وضفت له كاس تاع السميده اللي كندير منها الحشر من مويه، وغادي نزيد لها معلقه تاع صغيره تاع الملح. خواتي غادي تضيفوا معلقه صغيره تاع القرفه، راه تقطع ليا الفيديو. وغادي نخلطوا جميع العناصر. هنا غادي نضيف النافع، راني كنت حمرته وصلته حمرته ونطحنته مليح. هنا عندي جمغار كبارين، معلقه كبارين، وغادي نخلطو واحد شويه. وهنا راه عندي المسكه الحره، عندي هنا واحد القبصه كبيره. وبالنسبه للزيت هنا عندي كاس زيت المائده غادي نضيفو، وغادي نخدمو شويه باليد ديالي باش تدخل الزيت مع الطحين. هنا راني درت الماء كيطيب، وغادي نزيد 4 تاع الكيسان في الكيلو. بالنسبه اللي غادي نديرو في الماشينه، الا كنتو غادي ديرو في البوق ديرو كتر. بالنسبه للبوق غادي تهز لكم 4 تاع الكيسان ونص. انا كنقول لكم على حساب الدقيق ديالي، ولا كان عندكم دقيق راه ما كيشربش خصكم تزيدوها اكثر. وهنا غادي نخلطوه. بالنسبه هنايا عندكم ما تستعملوش اليد، لان الماء طايبين غادي يحرق لكم اليدين. الاول استعملوا شي مغرفه كنت شارع، من بعدها عاد استعملوا اليد باش نجمعوها، ولا تديروا في الماشينه. ولكن الماشينه ما راه كتعجنها، ما احسن ديروا خلطوها وها، هي خصها تخلط وها ما تعجنش. هنا كنزيد الماء شويه شويه. وهنا غادي نحطها على سطح الحامل باش تسهل عليا، لان عندي المول هنايا داير صغيور. هنا غادي نجمعها وما راش نعجنها كما تشوفوا خواتاتي، كنجمعها. وغادي مباشره غادي نمشي نديرها نخدمها، ما نخليهاش تبرد، خصنا نخدموها سخونه. هنا راني كنوريكم تاع اليدين، يعني الماشين تاع اليدين. الماشينه تاع اليدين بالنسبه للدار تنفعكم، ولكن اللي كيدير كوموند بحال حنايا احسن لا الماشينه، لان الماشينه احسن. لان هنا خصكم جوج يدين، خص اللي يعاونكم يدور هذاك، يعني كتكوستا شويه. وهنا غادي نوريكم الماشينه اللي كنخدم منها، يعني اللي كندير بها الكومود ديالي، وكتمشي فيس يعني اسرع وما كتضيعيش الوقت. وهنايا غادي نوريكم كيس حيواني نوريكم، ولا انا ما كنخدمش منها. تقدروا تخدموا بها الا ما كانش عندكم الماشينه ولا، ولكن ما كنمسحش بها لان كتعذب ماشي بحال الماشينه. وبالنسبه للبوق كتشوفوا راه وريتكم واحده لان ما كنخدمش منه، هو صعيب بزاف البوق باش تبقى تحوزي باليدين تخرجي وحده. احسن الماكينه ولا هذاك ديال اليدين. وهنا راني كملت الكميه ديالي، انا غادي نمشي نفوت نقليوها. وهنا غادي نضيف الزيت ديالنا تكون جديده، وغادي نخليوها تسخن مليح مليح مليح، وعاد نديروها باش ما تحليناش. هذا هو السر ديالها، تكون الزيت سخونه بزاف. بعدها بين نحطوها كامله ها كتشوفوا، نقصوا لها باش تحمري بلاتي عليها. هذا هو السر ديالها باش ما تحليناش الزلابه ديالنا بين نحطوها في الزيت، خصها تكون سخونه بزاف. بعدها بين نحطوها نقصوا لها باش طيب الخاتم. بعد عاوتاني بين نشوفوا نقصنا لها واحد شويه، عاود نطلعوها باش ما تشربناش الزيت. وهنا نبقاو نحركو لي ما نستغفلوش عليها، لان ضروري نبقى نحركو باش تهز اللون اللي نبغيوها الذهبي. ونحطوها في العسل مباشره، عندي هنا العسل ثقيل ما نزيلي، وغادي نمرغوها ونخليوها الاقل نص ساعه ولا ساعه تشرب لينا. ومن بعدها ما نخليو الزيت هنايا تسخن بنحيدو، نخليوها عاوتاني تسخن مليح، عاد نتحيو الشباكيه ديالنا. ما ديروهاش مباشره لان غادي تحليكم. ها هي السر ديالها، الزيت تكون سخونه بزاف. بعدها كتشوفوا ما كتحل ما والو، غادي نقص عليها عاوتاني البوطه لانها مجهوده
باش طيبي بلاتي. ها كتشوفوا معايا من بعد ها تقبض شويه د اللون، عاوتاني نديرها نجهد ليها باش تحمر، باش ما تشربش الزيت. هاكو كتشوفوا معايا الزيت اللي كنقلي فيها كتبقى منقيه، ما كتهرس ما والو. الطريقه ديالها ما تبعوها غادي تخرج لكم ان شاء الله. هنا راه كتشوفوا كنمرخها في العسل مليح، بعدها غادي نديرها تقطر. الله يسهل على الجميع. النساء اللي راهم كيخدموا، خواتاتي اللي راهم كيخدموا، ربي يسهل عليهم ويسهل على الجميع يا ربي. هنا راه كنديرهم في الكسكاس يتقطروا وغادي نوليو ان شاء الله. وهذه هي الزلابيه ديالنا اللي كملناها. ها كتشوفوا معايا كتخرج مقربشه على برا والداخل معلكه ورطبه زيونه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك، وإلا كنتم جديد في القناه شاركوا باش يوصلكم الجديد. ولا عندكم اي سؤال تقدروا تخلوا لي كومنتار، انا غنواجب عليه. ونخليكم على خير في الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.